يلا بينا قبل العيد نلحق نعمل شوية فاتح الشهية دول، احلى شوية مخلل فلفل وخيار ممكن تعمليهم. وعايزه اقولك انك بعد يومين هتاكلي منهم، يعني هتعمليهم النهارده هتعدي بكره، وبعد بكره هتاكلي منهم وهتدعيلي. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم ندخل على الطريقه على طول. هنجيب الفلفل والخيار نغسلهم كويس قوي، وطبعا ده الفلفل اللي هو الفلفل الكداب، بيبقى ساعات حراق وساعات مش حراق، ما تعرفوش يعني. تمام، هنقطعه كده زي ما انت عايزه، هتقطعيه 2 أو 3 طبعا عشان نقطعه، عشان الواحده كبيره قوي فممكن حد مش هيقدر ياكل واحده، فالباقيه هتترمي، فعشان كده بقطعه. والخيار بتاعك بقى تنقيه كبير صغير، انا جايبه صغير قوي وجايبه الكبير. الصغير اسيبه زي ما هو، والكبير بعد ما بيتخلل بقطعه، بس ممكن دلوقتي عشان العلبه اقسمه 2 أو حاجه. تمام، اهم حاجه لو انت مش هتقطعي الفلفل وتسيبيه بحجمه حتى، او اي نوع فلفل، لازم تعملوا له فتحه بالسكينه او بالمقص زي ما انت شفتي كده. تمام، عشان الملح بتاعه يدخل جوه ويتحيق كويس. وهتجيبي العلبه بتاعتك وتحطي بقى شويه فلفل من تحت وبعدين خيار، وتكرري الطبقات لحد ما الكميه تخلص. طبعا العلبه بتاعتي كانت صغيره فحطيت في برطمان صغير كمان. وزي ما قلت لكم ان انا الخيار الكبير قسمته 2 كده، وبعد كده برجع اقطعه زي ما انا حابه. تمام. هنا بقى نجيب الميه تكون مغليه وسيبناها بردت، او ميه من الفلتر. هنحط لتر الميه عليه 4 معالق كبار من الملح، وهنحط زي ما انتوا شايفين دول 3 ليمونات شرايح رقيقه جدا. وحطيت كمان معلقه من الثوم المفروم. ممكن كمان هم 5 فصوص توم، ممكن تفرميهم وممكن تحطيهم شرايح، تقطعيهم شرايح زي الليمون كده. لو مش بتحبي طعم التوم قوي قطعيهم شرايح. وحطيت كمان نص فنجان صغير من بتاع القهوة ده خل. تمام، اهم حاجة بعد ما تخلصي هتدوقي المحلول الملح بتاعنا ده، علشان لو محتاج ملح تاني هتزودي ملح، معلقة ملح او حاجة. واهم حاجة ما تنسيش معلقة صغيرة من السكر مع محلول الملح. وانتي بتضيفي محلول الملح بقى هتبدأي تنزلي الليمون في الجنب كده زي ما شفتيني كنت بعمله، وهنقفل بستريتش. تمام، زي ما انت شايفة هنبتدي ننزل الليمون من الجنب كده وهنقفل بستريتش، لو انت مش متأكدة ان العلبة او البطرمان بتاعك محكم الغلق قوي. تمام، وانا كمان عشان العلبة اللي ما كانش عارفة ان هي بيدخلها هوا، فمهم قوي، فرحت قفلتها بستريتش من بره كمان، عشان لو دخلها هوا هتعمل طبقة الريم البيضة دي من فوق. وزي ما انتوا شايفين انا كنت عاملاه الجمعة، وهنا كان يوم الحد فتحت عليه. بصي مفيش طبقة ريم، لو هو دخلوا اي هوا او ما كانش العلبة بتاعتك او البطرمان بتاعك محكم الغلق كويس، هتلاقي عمل طبقة ريم بيضة من فوق كده. اهم حاجة كمان تبقي ظابطة الملح، لو كترت الخل او قللت الملح هتلاقي الفلفل بتاعك هيكون دايب ومهري. لكن لو ما تنسيش معلقة السكر وانك تظبطي الملح والخل، ده هيخلي المخلل بتاعك يفضل يقرش كده لحد اخر واحدة فيه. وكمان هيقعد معاك المخلل ده 15 يوم ل20 يوم كمان، وممكن اكتر. عايزة اقولك انك اول ما هتفتحي عليه ريحته هتقلب البيت، وطعمه كمان جميل جدا. بجد هتعملوها تدعيلي. وعايزه اقولك كمان، شايفه الخيار انا بسيبه سليم مش بيتهري خالص، وبيقعد معاكي فتره اطول، وهتقطعيه زي ما انت عايزه. وكمان رهيب في سندوتشات الشاورما. بجد هتدعولي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله.